أنه لا يرجع، وإن كان السادة طبعا المالكية متساهلين في هذا الموضوع إلى حد كبير، وربما لو أخذ أنا في رأيي بالمذهب المالكي فيما يتعلق بهذا الجانب فيه سعة، فهم لا يقولون بالتأبيد ولا يقولون أيضا بعدم الرجوع، يعني عندهم على كل فيه، فهم يقولون بالتوقيت، يعني يمكن أن توقت إنه والله مثلا أنا أسبل هذه القلة أو هذا العقار أو هذا المنقول أسبله سنة في سبيل الله. بقية الفقهاء لا يقولون بذلك. إذا سبله مرة واحدة فهو أبدي، سبله مرة واحدة فهو أبدي. لكن عموما أنا أقول الأخذ بالآراء الفقهية كلها قد يكون مفيدا. بعض الناس ربما هو يرى والله أن هذه الدار يريد أن تكون ورثة لأبنائه، ولكن هذه الفترة في حياته هي يراها مثلا مساحة لأن يستفيد منها، فقد يوقفها مؤقتا، قد يوقفها مؤقتا. لكن دعني أقول بأن مسألة التعريف الأساس فيها هو أنك أنت والله من مال الله تبارك وتعالى الذي آتاك تريد أن تستفيد لنفسك وتغتني ما شاء الله لك، لكن في نفس الوقت تذهب إلى الاتجاه الأبقى، والاتجاه الذي سيكون إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى مباركا ومحفوظا وما عند الله خير وأبقى. فالوقف باختصار هو عبارة عن شخص يقدم شيئا فيما ينفع الناس، ينفع مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو إن شاء الله يكون استفاد من هذا الأمر في آخرته بطبيعة الحال. هذا من حيث التعريف اللغوي. والتعريف أيضا أدخلت تقريبا فيها التعريف أيضا ومشروعيته. من حيث المشروعية يعني العلماء استندوا ابتداء على عموم النصوص الدالة على الإنفاق، هذه كلها تكاد، خاصة الإنفاق العام بعيدا عن الزكاة، الإنفاق العام يدخل فيه مما يدخل موضوع الصدقات التي تكون في هذا المجال. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. واستدلوا كذلك بآيات الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالإمساك كأنما هو نوع من الهلكة، والعطاء والإنفاق هو فيه النجاة وفيه الفلاح. جميل. استدلوا كذلك ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. جميل. فنقصد بالسنة الفعلية ما ذكرته في بداية الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. نعم. فهذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم يبين بصورة واضحة أن تكون هنالك صدقات جارية للإنسان ما بعد، لو لم يوقفها طبعا بطبيعة الحال لن تكون جارية له، فاستدلوا بهذا الموضوع. أيضا السنة التقريرية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد أحد الصحابة رضوان الله عليهم يوقف مالا فيقره عليه ويحضه ويشجعه على هذا الموضوع، يأتيه شخص ويستشيره عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا نوع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الفعلية هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أوقف، كما هو مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له أرض في خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض أوقفها على أبناء السبيل، ابن السبيل، وهذا مما يعرف بالوقف المخصوص على فئة معينة. وكذلك أوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأرض كذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل هاشم، آل عبد المطلب وآل هاشم، وهي الوقف لأصحاب القربى أو ذوي القربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مراد يعني الآيات الناصة على قضية الإنفاق يدخل فيها موضوع الوقف، وبالتالي تعزز عندنا الآن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لاحظنا بعد ذلك بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه يقول ما أحد ممن كان عنده مال أو عنده القدرة إلا وكان أوقف. فنلاحظ مثلا الأئمة الأربعة كانوا قد أوقفوا، أبو بكر أوقف، عمر أوقف، عثمان بن عفان أوقف، علي بن أبي طالب أوقف، سعد بن أبي وقاص، يا أبو طلحة، جابر بن عبد الله، على كل عدد من الصحابة كلهم أوقفوا. وهذا الوقف بهذا الشكل بطبيعة الحال أخذ بعد ذلك حكما إجماعيا، فانتقلنا أنه ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تحول بعد ذلك إلى أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين، أن المسلمين في تاريخهم ظلوا بعد ذلك يقومون بهذه الشعيرة العظيمة، وبالتالي هو ثابت بالكتاب وثابت بالسنة. حكمه عموما هو أنه مندوب،
ومستحب وحضت عليه الشريعة، فهو ليس كالزكاة مثلا، يعني بحيث يجب على الإنسان أن يوقف، لا، الزكاة يجب عليه أن يزكي، ولكن بالنسبة لهذا المجال يدخل في زكوات يعني نفقات التطوع بشكل عام، ولكنه مما ينفع ما بعد وفاة الإنسان، ليكون له بإذن الله تبارك وتعالى صدقة مستمرة وجارية حتى بعد موته. تمام. شيخ بيان، حياكم الله، نجدد الترحيب بكم، فهل أنتم معنا؟ نعم، حياكم، يا أهلا ومرحبا. حياكم الله الصوت دكتور مسموع؟ بيان. الصوت مسموع جدا، يا مرحبا بكم. فيما يا يتعلق مرحبا. بأركان وشروط الوقف، لو تحدثنا حول هذا جزاك الله خيرا، فإن لكل وقف أركانه وشروطه، وهناك أيضا شرط الواقف وما يحدده، كل هذا نحب نستمعه منكم دكتور بيان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على طرح هذا الموضوع وهذه القضية المهمة التي تعد من القضايا الأساسية في الاقتصاد الإسلامي الذي كان له السبق في هذا المجال. وقد نعمت الأمة بهذا الخير في فترة طويلة، وقامت الأوقاف والمصاحي والدور التعليم وغيرها من المؤسسات الدعوية والإسلامية على هذا الرافد الغني والرافد المهم في حياة الأمة الإسلامية. بالنسبة للأركان، هي تكلم العلماء وقالوا أنها 4، وهو الواقف والموقوف، أي العين الموقوفة والموقوفة له وصيغة الوقف. هذه ال4 هي ما يعني الجمهور العلماء يقولون بهذه، والسادة الحنفية يرون أنه الركن هو صيغة الوقف. الصيغة هي الركن الأساسي وهي التي تبين كل شيء، فيرون أن هذا هو الركن. لكن نحن نأخذ بقول الجمهور أنها 4 أركان للوقف. فالواقف الذي هو يقف أو يقول أن هذا المال أوقفه في سبيل الله، وهو المالك، ويشترط أن يكون في هذا الإنسان أن يكون ممن له حق التصرف، بمعنى أن يكون مختارا وأن يكون عاقلا وغير محجور عليه، أي أنه ممن يملكون حق التصرف في المال. كذلك أن يكون هذا المال الذي يتبرع به ويوقفه لا بد أن يكون يملكه ملكا حقيقيا، فلا يمكن للإنسان أن يوقف مالا ليس له، لأن الوقف هو الإنسان أن يتبرع بمال هو في حوزته وفي ملكه ويملكه، أما إذا كان لا يملكه فلا يمكن أن يتبرع به. هذان الشرطان هم الأساسيان في هذا أو في هذه المسألة. والموقوف أو يعني العين الموقوفة أيضا أعتقد، هل يمكن للواقف أن يوقف شيئا حراما، كأن يوقف مصنع خمر يقول هذا وقف؟ نعم، العين الموقوفة كذلك نعم لها شروط كما قلت. العين الموقوفة كما قلت أنها أولا أن تكون عينا مباحة، وأن تكون كذلك هذه العين، طبعا العلماء اختلفوا هل يشترط فيها أن تكون من الأنواع الدائمة أو أنها يجوز أن تكون من الأنواع المستهلكة. هذه طبعا باعتبار اختلفوا فيها باعتبار تعريفهم للوقف أنه حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني معنى ذلك أن العين باقية وينتفع بها إلى فترة أطول كالدور والأماكن. وبعضهم اشترط كذلك أن لا تكون منقولة، يعني تكون ثابتة كالأرض والبيت والمنزل والبئر، هذا شكل. لكن القول الراجح في المسألة والتي فيها سعة، وأيضا ما يعني يؤيده الأدلة، أنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوقفون الحيوانات، يعني يوقفوا حصانه في سبيل الله فيستفادوا منه فترة من الزمن، مع أنه ليس دائم. وكذلك قد يوقفون الشجرة والنخلة والنخلتين وغير ذلك، فهذه كذلك ليست دائمة. إذن في أشياء متحركة أوقفت، الحصان متحرك وليس ثابت، فلذلك أنه المسألة فيها نوع من الخلاف، وإن كان فيها أيضا كذلك نوع من السعة. فيجب أن تكون العين الموقوفة كما قلت أنها مما يباح أيضا الانتفاع به ومن أمر المباحات. أما إذا كان شيئا محرما
فلا يجوز. كذلك أيضا أن لا تكون كذلك هذه العين أن توقف في أمر يعني قد لا يكون محرما لكنه قد لا يحقق مقاصد الشريعة. ذكر الإمام ابن تيمية في هذه المسألة، قال أنه لو أوقف دارا أو مكانا قال هذا للعزاب فقط، فقال هذا الوقف لا يجوز بهذا الطريق ويحرم ولا يؤخذ به، لأنه من مقاصد الشريعة الناس أن تتزوج وتنجب، ولا يشجع الناس على العزوبية. هذه من الأشياء التي أو اللطائف التي ذكرها الإمام ابن تيمية. والموقوف له كذلك له شروط. نعم. أو الجهة التي يوقف لها، أي قال لا بد أن تكون معلومة هذه الجهة. أن يوقف أنا أوقفت يقول هذا لطلبة العلم، أوقفته لمجال الخير عامة أو لمسائل الصحة والدعوة وكذا. أيضا إذا كانوا أشخاص معينين أو كانت جهة معينة جهة اعتبارية، هذه كلها لابد أن تكون محددة مما يحدد. إذا كان أراد، إما إذا قال أنا أوقفت من هو هذا الرجل لم يحدد فلا يجوز، لابد أن يحدد الجهة التي يوقفها، وأن تكون هذه الجهة كذلك مما يملك. هذه الجهة مما يتملك، إذا كان له حق التملك، أي مما يكون صفة له صفة اعتبارية، أو كذلك يكون له صفة شخصية يحق لها أن تتملك وتتصرف، لأن هذا مال ينقل من ملكه إلى ملك آخر وينتفع به شخص آخر، هو وإن كان الذي يتبرع له ولا يملكه ملكا تاما لكن يملك الانتفاع به. هذه هي الثلاثة. ماذا بقي؟ الصيغة هي طبعا يجوز أن تكون بأي صيغة كانت، لكن هناك من الصيغ التي تعتبر صيغ لا تقبل اللبس، واضحة ومباشرة، كأن يقول حبست أصل هذا المال وجعلت منافعه في سبيل الله، هذا قالوا من الصريح الذي ليس فيه لبس ويعتبر وقف. أو أوقفت مالي كذا لله لوجه الله تعالى، أو للفقراء وللأيتام أو لكذا، هذا كذلك قالوا صريح. لكن لو قال أني تصدقت بمالي، هل هذه الصدقة طبعا عامة؟ هل قصده أنه الزكاة، أو قصده مجرد صدقة مؤقتة أو صدقة مستمرة، أو يقصد الوقف؟ هذا يحتاج إلى بيان منه وتوضيح. فإذا هي الصيغة تكون صيغة فيها إيجاب وقبول. إن كان كذلك الذي يتبرع له شخص معلوم، قالوا يشترط أن يكون هذا الشخص أن يقبل. أنت يقول أنا تبرعت بهذا المال لفلان ولفلان ولفلان وقفا لوجه الله تعالى ينتفعون بموارده، فإذا لم يقبل الطرف الآخر قالوا أن هذا الوقف لا يعتبر وقفا، إنما ما زال الصيغة غير لم تكتمل، فيشترط أن القبول فيه. طيب، جزاك الله خير دكتور بيان على هذا البيان الطيب المبارك. نعود للشيخ حسن سلمان. شيخ حسن، الوقف كما أشار دكتور بيان هو يعني قد عمل به المسلمون منذ بداية الإسلام ومرورا بكافة الدول والخلافات، وكان هو سببا في حفظ كثير من العلوم، كثير من الكتب، وأيضا أعان كثير من العلماء. لو تعطونا لمحة سريعة تاريخية عن الوقف، ثم سنعرج بعد ذلك عن الأوقاف الإريترية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك. ابتداء دعنا نقول بأن هنالك مسألة مهمة جدا والناس تتكلم عن قضية الوقف، وهو نظرة الإسلام بشكل عام في إدارة الاقتصاد وإدارة السياسة. يعني الوقف هذا لا نتصور أنه شيئا تعبديا محضا، ولكنه له علاقة مؤثرة جدا في حركة الاقتصاد والتنمية، وله كذلك علاقة بصورة أو أخرى في النظام السياسي. فمثلا إذا نظرنا إلى النظام السياسي، الإسلام لا يقر احتكار الدولة لكل موارد المال، يعني بحيث والله المال كله يكون تحت سلطتها وليس هنالك للمجتمع ما تسير به أعمالها. للأسف الشديد الآن الدولة المعاصرة انتهت بطبيعة الحال إلى هذا الوضع، فصارت مثلا مهيمنة على كل المفاصل
ولاحظنا حتى بعد العهود الاستعمارية كيف أن الدولة الحديثة ذهبت إلى اتجاه إلغاء الأوقاف وسلب الأموال وإدخالها إلى تأميم الأوقاف. لكن الإسلام كان يذهب إلى أن قوة المجتمع، لأن الثروة لها علاقة بالقوة ولها علاقة بالنفوذ ولها علاقة بالتأثير، صحيح. فأقر للمجتمع هذا النوع من الأداء اللي هو الأداء المالي، وهو أن المجتمع هنالك كثير من القضايا تعنيه هو كمجتمع، فجعل له هذا الجانب. هذا من الناحية السياسية. فيه طبعا كما ذكرت أن السلطة كلها، السلطة والثروة لا تتكدس في منطقة واحدة، فيبدأ الناس يتصارعون في هذا الجانب. النقطة الثانية أيضا له علاقة بموضوع الاقتصاد. الإسلام يذهب على خلاف الرأسمالية. الرأسمالية تذهب في اتجاه مثلا تكدس الثروات وتنميتها بحيث والله تحتكر في نهاية المطاف في فئة قليلة. الإسلام بطبيعة الحال مختلف مع هذا النهج، وهو يذهب إلى فكرة التفتيت والتفكيك، فتجده في المواريث يفتت، تجده في الأوقاف أيضا يحرص أن الإنسان يجعل من ماله الخاص لبقية المجتمع، فلا يكون فقط والله المال يحتكر عند شخص، كما أشار القرآن كي لا يكون دولة بين الأغنياء. فلا يريد الله تبارك وتعالى من المسلمين أن يكون إدارة المال فقط محتكرة في فئة معينة، ولكن يريدها أيضا فتجد أن فلسفة التوزيع في الإسلام تذهب بالمواريث، تذهب بالأوقاف، فتعزز على كل قوة المجتمع في هذا. أولا هذه مسألة مهمة جدا جميل. في الفكرة الأساسية في أنه كيف تريد أو كيف ينظر الإسلام إلى موضوع إدارة المال، جميل. وتأثير ذلك في بنية الاقتصاد وهيكلته، وكذلك في بنية الدولة من الناحية السياسية. بناء على ما الذي يجعل الدول إذا يؤمنون على الأوقاف؟ لأنهم يخافون قوة المجتمع. ما أنت خلاص لاحظ وهذه إن شاء الله ممكن نأتيها في الأنواع. لما أنت والله تجد أن العلماء لا علاقة لهم بمد أيديهم إلى السلطة السياسية، ولكنهم لهم علاقة بالمجتمع. المجتمع يوقف لهم، المجتمع يعطيهم، المجتمع مساجدهم أو يعني تابعة لأوقافهم، صحتهم تابعة لأوقافهم، تعليمهم الخاص تابع لأوقافهم، علماؤهم تابعين لأوقافهم. لاحظ حجم ما أوكل إلى المجتمع من إدارة، وعليه بالتالي سيكونون أحرارا وسيكونون أقوياء، ولا يمدون أيديهم إلى السلطة، ولا تستطيع السلطة أن تملي عليهم فتاوى، ولا تستطيع أن تحرمهم، وبالتالي أنت عززت سلطة العلم وعززت سلطة المجتمع الذي يريد أيضا أن تكون الفتوى بعيدا عن السلطة السياسية. وهذا ما لا تريده الدول. هذا ما لا تريده للأسف الشديد الدول، وبالتالي أول ما فعلته احتكرت كل شيء عندها. في المجتمع في التاريخ الإسلامي مثلا لم يكن بهذا الشكل بطبيعة الحال. فعلى كل، إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ الإسلامي ذكرنا أن المسألة بدأت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأوقاف سبحان الله من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا تجد أنها مستمرة. نعم. كما يتحدث عن أوقاف. كان يحدثنا مشايخنا أن ثمة هناك قطعة أرض مكتوب نعم. عليها في الصك نعم. المالك عمر بن الخطاب. سبحان الله. وأيضا عثمان بن عفان له بئر روما. نعم. فالشاهد أن من هذا التاريخ، لكن سبحان الله كانت دوما كلما المجتمع كانت بنية الدولة فيه بنية قائمة على نوع من الشورى والحريات، كلما اتسعت حركة الوقف، كلما ضاقت السلطة. إذن الأصل أن يبقى الوقف في أيدي المجتمع، هذا هو، وليس في أيدي الدولة دورها فقط التنظيم، لكن إدارة الوقف. ولذلك كنت أحب أن أشير إلى واحدة من الأركان التي نبه إليها بعض الفقهاء، اللي هو ناظر الوقف. ناظر الوقف هي قد يكون واحدة من شروط ما يشترطه الواقف نفسه أن يسمي شخص بعينه. يعني نستطيع أن نقول أن أوقاف الواقف والعين الموقوفة. نعم. العين الموقوف له والموقوف له والصيغة والناظر. بعضهم جعلها خمسة. صحيح، لأنه بغير الناظر يضيع الوقف. فإذا أردنا فعلا أن والله هذا يحافظ عليه لا بد، فيبقى دور الدولة شيء واحد، أن لا يكون هنالك أي تلاعب بموضوع الأوقاف. فيمكن أن تكون في جهات مراجعة، جهات كذا، لكن لا تتدخل في تفاصيل تحرس فقط القانون. يعني هذا الوقف والله هنالك صيغة للوقف مكتوبة عند القضاء ومنظمة ومرتبة فقط تحمي هذا الجانب، لكنها لا تتدخل فيه. فنلاحظ هنا أن الدولة الإسلامية ظلت في تاريخها حركة الوقف إلى أن وصلنا أعظم نمط من أنماط الأوقاف كان في الدولة العثمانية. يعني تلاحظ الآن الدولة إلى يومنا هذا تقريبا الأوقاف في تركيا تعتبر من أقوى أنواع الوقف. صحيح. تليها تقريبا جمهورية مصر باعتبارها أيضا كانت حالة الأوقاف فيها. يقولون مصروفات الدولة العثمانية 80%
من الأوقاف. كان أوقاف، نعم. لماذا؟ لأن المجتمع يقوم أصلا بتبعات مهامه، يعني ليست كما هي عليه الآن. الدولة تقوم بكل شيء وبالتالي تعجز، وقضية الثورات والانتقادات والخروج على السلطة وإسقاطها، كل ذلك لأن أصلا أنت لما احتكرت السلطة واحتكرت الثروة، طبيعي أن الناس والله يتجهون إلى معقل إيه؟ معقل السلطة ومعقل الثروة. طيب دعنا ننتقل لنقطة ثانية دكتور حسن. نعم. هل أوقف الإريتريون في إريتريا؟ نعم. هل أوقف شعبنا الإريتري أوقافا تدر بالخير في إريتريا؟ هو دعني أؤكد على معلومة: لا يكاد منطقة دخلها الإسلام واستقر فيها المسلمون وتخلو من وقف. هذا الأصل. جميل. يعني كل المسلمين يكاد في كل البلدان لهم أوقافهم، لكن سبحان الله من خلال التتبع والقراءة والوثائق ربما تعب كثير من الباحثين فيما يتعلق بالمستمسكات الوثائقية فيما يتعلق بوجود الأوقاف منطقة الحبشة كلها. ويبدو والله أعلم هذا الموضوع كان يعود إلى طبيعة الصراع السياسي والعسكري ما بين المسلمين وبين غيرهم. فكلما تغلب الطرف النصراني مثلا تجد أنه يؤمم كل الأوقاف اللي كانت موجودة، وآخرها في تقديري يمكن نظام منغستو هيلو ماريام كانت في أوقاف في أثيوبيا وكانت في أوقاف في إريتريا، فتلاحظ بأنها تخضع للتأميم نتيجة وجود نظام اشتراكي مثلا. لكن دعني أقول في الحالة الإريترية حتى لا أوسع المجال، في الحالة الإريترية لو أردنا أن نتحدث في العهد القريب من القرن التاسع عشر، حتما ما قبله موجود، بالذات دول الطراز الإسلامي من الصعب جدا أن نقول لم يكن فيها أوقاف. كان فيها أوقاف، لكن أقول ليس هنالك أمامنا الآن وثائق تؤرخ لهذا النوع من الأوقاف، يعني فليس أمامنا هذا. لكن من نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ظهرت معالم الوقف في إريتريا تحديدا، ظهرت معالم الوقف. وهنا طبعا يعني استفيد من هذه السانحة حتى أحيي إخواننا في اليمن، حقيقة هم يمكن تواصلوا معنا تواصلوا مع القناة ويتابعون برامجها ويشيدون بأعمالها ويطلبون الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرهم ويفرج كربهم. أمين. لكن أيضا يجعلني أقول بأن من أكبر الجهات التي أدخلت الوقف في إريتريا هم الحضارمة. هذه يعني الحضارمة أوقفوا في مصوع، وكان من أوائل الوقف الذي نشأ في إريتريا نشأ في مصوع. ويبدو والله أعلم وجود الأوقاف في مصوع نتيجة دخول الدولة العثمانية على منطقة مصوع والسواحل البحرية فيها، وبالتالي من القرن السادس عشر نكاد نقول مجرد ما دخلت الدولة العثمانية على السواحل البحرية نشأت. لكن ظهرت معنا في نهايات على كل الأوقاف المسجلة الآن من نهايات القرن التاسع عشر، نلاحظ أن هنالك مجموعة من الحضارمة بأسمائهم تكاد تكون في منطقة مصوع وجدت على كل الأوقاف. ثم انتقلت بعد ذلك الفكرة إلى أسمرة، وبدأوا أيضا الحضارمة ومعهم أيضا كذلك الجبرتة بدأوا يتوسعون في فكرة الأوقاف. وظلت ترتبط عموما الأوقاف ظلت ترتبط بموضوع المساجد، يعني تجد يبنوا المسجد ثم يحاولوا أن يجعلوا له مجموعة من الأوقاف تحيط به حتى يكون هذا ثم جاء بعد ذلك مفتي الديار الأريترية عليه رحمة الله إبراهيم المختار، وحاول أن ينظم ويطور موضوع الوقف. يعني طبعا هذا الرجل سبحان الله يعني يستحق أن يكتب عنه الكثير فيما يتعلق بالتجديد الذي أحدثه في مجال الأوقاف وفي مجال المحاكم الشرعية وفي مجال الفتوى الشرعية، يعني أحدث الكثير من القضايا. فعلى كل نلاحظ أن الأوقاف تطورت في عهده بشكل كبير ونشأت فيها على كل حالة من الاتساع. ثم جاءت كما ذكرت الحكومة الأثيوبية في عهد هيلي سلاس مشت الأمور، كان في نوع من الاستقرار لأنه كان في أوقاف للكنائس في أثيوبيا. سمعنا عن أوقاف حسن نايب، أوقاف كيكيا، هذه كل هؤلاء التجار على كل نزلت بعد ذلك من أسمرة إلى كرن إلى أقردات جميعا. ونحن هنا من هذا المنبر نحيي ونسلم على جميع من أوقف في إريتريا، سواء كان من عوائل كيكيا حسن نايب من ذكرناهم ممن لم نذكرهم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. هذه ملاحظة حتى لا يغضب علينا بعد من يعني أوقف ولم نذكره، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. واصل. حياك الله. فحصل على كل تراجع في موضوع الأوقاف عندما جاء النظام الاشتراكي وصادر كل الأملاك. بطبيعة الحال كانت الكنائس هي أكثر تضررا،
باعتبار كان عندها أوقاف يعني أشياء موقفة لها وإقطاعات واسعة جدا خصوصا في أثيوبيا، ولكن أيضا تضررت الأوقاف الإسلامية سواء في أثيوبيا أو في إريتريا. ثم جاء الآن العهد عموما فترة الاستقلال، وظلت إدارة معينة في إطار الإفتاء، ضمن إدارة الإفتاء هنالك إدارة الأوقاف تابعة عموما للأوقاف، وتابعة لها أيضا مؤسسات أخرى زي المجلس الإسلامي وبعض الجمعيات. فعلى كل الأوقاف لا زالت موجودة، لكن للأسف الشديد يبدو أنها لم تتطور. يعني يفترض المجتمع خلال 30 سنة بعد الاستقلال يحصل نوع من التطور، يحصل نوع من الزيادة، نوع من التوسع، لكن للأسف الشديد هذا الاتجاه إلى الآن، لأنه طبيعة أيضا السلطة ذات طابع، كلام السلطة ذات طابع للأسف طبعا اشتراكي، فهي تنهج نفس النهج القديم، يعني أنه والله تحتكر الدولة كل شيء وبالتالي لا تذهب كثيرا. لكن يبدو لم تستطع السلطة الوطنية الحالية أيضا أن تنهي كل حالة الأوقاف، فهنالك على كل بعض المساجد جميل. لا زالت بأوقاف، لكن إدارة الأوقاف معترف بها، موجودة ضمن إدارة وعلى هذا معناه أن أوقاف إريتريا مسجلة ومعروفة بصكوكها لدى إدارة الأوقاف ولا تزال تؤدي دورها. الحمد لله، هذا شيء طيب. دكتور بيان، لا زلتم معنا، طولنا عليكم، سامحونا، كان الحديث ماتع مع الشيخ حسن، ما حبيت أقاطعهم. دكتور بيان، فيما يتعلق للوقف أنواع مثل الأهلي والخيري والمشترك، تفصيل ذلك منكم، جزاكم الله خير. يا حياك الله، الله يسلمك ويبارك فيك. كما ذكرت الوقف أنواع، هناك طبعا من قسمه إلى 3 وبعضهم من قسمه إلى 4. الوقف الأول هو الوقف الخيري، والذي هو وقف عام في مجالات الخير كلها. طبعا هنا التقسيم هو باعتبار المستفيد أو باعتبار من يوقف إليهم، هذا هو التقسيم الذي قسمه العلماء. فالمقصود بالخير هو من كان أو ما كان نفعه لمجالات الخير كلها، في سبيل الله، في إطعام المساكين، في كفالة الأيتام، في غيرها من أمور. كل مجال أو أي مجال خيري يعد ذلك من طبعا هو من الأوقاف الخيرية. النوع الثاني هو الوقف الأهلي، ويسميه بعض العلماء بالوقف الذري، أي نسبة إلى الذرية. والوقف الأهلي هو أن يوقف لمجموعة من أبنائه أو من ذريته أو من أقاربه من الأقرباء الذي الموقف. فهنا سمي الوقف الذري باعتبار أنه لذريته، فيوقف هذا المال وهذا البيت أو هذه المزرعة هي وقف في سبيل الله لأبناء أبناء أبنائي. لو قال هذا الموقف يعتبر هذا من الوقف الذري. النوع الثالث هو الوقف المشترك، هو الذي يجمع بين النوعين، فيجعل جزءا من هذا الوقف ريعه يذهب إلى المجالات الخير عامة، وجزء منه يذهب إلى ذريته وإلى أقربائه وإلى من يعينهم الواقف، فيعطيهم نسبة سواء كان لكل 50% أو كان لإحدى المجموعتين أكثر أو أقل، ما في إشكالية، لكنه يسمى الوقف المشترك. هذان النوعان هم النوعان الرئيسيان في التوزيع. وبعض العلماء قال هل الوقف على نفسه هل يعتبر من الوقف الأهلي أو هو نوع مستقل، لأنه قد يوقف الإنسان قبل موته، يقول هذا المال وقف حتى أموت، وقف لنفسي، يعني يستفيد من ريعه، فإذا مات ينتقل إلى ذريته أو إلى الجانب الخيري. هل يعتبر هذا من النوع اللي هو الأهلي أم نعتبره نوعا مستقلا؟ وبعض العلماء من لا يجيزه هذا، بعض العلماء من لا يرى أن يوقف الإنسان لنفسه، لكن بعض العلماء أجازه. هذا هو بشكل عام الأنواع المتعلقة بالأوقاف. جميل جميل. في تفصيل رابع لو تتحفون لنا به. على النفس. هذا هو التقسيم الرابع الذي هو على النفس. يعني ذكرتم يعني النوع الأهلي والخيري والمشترك، الأهلي والمشترك، والرابع هو على النفس، ولبس الإنسان النفس. طيب فيما يتعلق بالوقف على الأهل، هل للواقف أن يوقف على بعض أهله دون بعض،
على بعض أهله دون بعض، وكيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفعلا بعض الواقفين يوقفون بعض الأموال خاصة بنسبة معينة، فتفصيل ذلك شيخ بيان. طبعا هنا من الفروقات التي ذكرها العلماء بين الوصية والوقف طبعا أنه يجوز أن يوقف المرء للورثة ولا يجوز أن يوصي للورثة، هذا من الفروق التي ذكرت. فالإنسان إذا أوقف لذريته ولأبنائه ولبناته، هنا إن كان قضية أنه للذرية أوقف للذرية للمحتاجين منهم، يعني بمعنى أنه خصص ليس تمييز ذكوري أو أنثوي أو غير ذلك، لكنه تمييز للمحتاجين. يعني إذا كان هناك من أغناهم الله سبحانه وتعالى فلا يحتاجون إلى هذا الباب، فجعله لمن يحتاج من أقربائه، هذا لا بأس فيه. أما كان يكون مثلا كان يكونوا طلابا أيوة. في مراحل جامعية كبرى ويتطلب مصروفاتهم كثيرة جدا. نعم. يعني فلو أعدل بينهم لكان يعني ربما يكون يعني ضررا على البعض. نعم صحيح. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائز ولا يجوز ويحرم هذا الوقف، لأنه يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على زور هل أعطيت كل أبنائك، عندما جاء موضوع النعمان بن بشير والكل يعلمه، عندما أراد أن يشهده أنه منح ابنه منيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أعطيت كل أولادك مثل ذلك؟ فقال لا، قال إني لا أشهد على زور. فبناء على هذا الحديث ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يفرق بين أبنائه، لأن هذا الوقف يعتبر كأنه تبرع وعطية لذريته ولأبنائه، فلا يفرق بينهم بهذا النوع من التفريق، إما يعني يعطي أبنائه دون أبناء دون أن يكون هناك أي احتياج للتفريق. إذا كان لكن كما ذكرنا جميل. دكتور بيان، وجدنا بعض التجار وجدناه يوزع ويقسم تركته وهو في حياته، فيجعل مثلا يقسم كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في حياته ويبقي لنفسه 20%. وجدنا هذا حقيقة في بعض التجار إريتريا، فهل ما فعله هذا صحيح؟ والله من حقه نعم، لأنه أصلا الإنسان وهو في حياته له حق التملك الكامل في ماله، حتى لو تبرع بكامل أمواله وهو حي لا يقال له شيء. الصحابة رضوان الله عليهم، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، لو رأيناهم في تبرعاتهم التي كانوا يقدمونها، أبو بكر الصديق ما أبقى شيئا إلا عندما سأله ماذا أبقيت لأهله قال الله ورسوله، وبعضهم جاء بشطر ماله فله الحق أن يتبرع، لأنه هذا هو من باب التبرع، لأنه له حق التملك وله حق أن يقسم هذا المال، أن يعطي هذا المال. لكنه إن كان تركه خلفه وأراد أن يوصي فالوصية لها شروط، لا يكون الوصي إلا لا يحق له أن يوصي إلا بالثلث والباقي يذهب إلى الورثة. لكن هنا لعله هو قصد بذلك أن لا يترك وراءه مالا يتخاصمون فيه أبنائه. أحسنت. نعم كنت أريد هذه النقطة بالذات، لأن بعض التجار فعلا نعم. حصل أن تركوا أموالا كثيرة واختلف أبنائهم من الإريتريين مع الأسف الشديد. نعم إريتريين وغير إريتريين، المال هذا فتنة يفتن فيه الناس، يعني سواء إريتريين أو غير إريتريين، فأراد ذلك، فإن كان يخشى ذلك وفعله لهذه الحكمة فله الحق يعني، وما دام أبقى لنفسه شيئا يعيش فيه، لأنه أيضا عدم الإبقاء لنفسه كذلك قد يكون ضرر عليه، ما تدري الأبناء هل هم بعد أن يمتلكوا المال يكون لهم شيء من العقوق أو لا يكون. فالإنسان كذلك لا يترك نفسه لعاديات الأيام، فإن الأنفس والحياة أيضا تتغير وتتبدل، فالإنسان يعمل بما يستطيع من الخير والحذر. جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، شكرا على هذا البيان دكتور بيان. دكتور حسن سلمان، أوشكنا على نهاية انتهى البرنامج، لكن نريد حقيقة رسالة للإريتريين من ذوي اليسار،
ما هي رسالتكم وما الذي ينبغي عليه أن يوقفوا؟ ما هي رسالتكم وما الذي عليه أن يوقفوا؟ والله يا أخي، الرسالة لكل مقتدر أن يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فالاقتداء بهم هذا من أفضل ما يمكن أن يقوم به الإنسان. الأمر الثاني، نحن أيضا في وضعية نحتاج فيها من أهل المال إلى التكافل والتراحم والتواصل مع الفقراء. هذه التوصيلة هي من القضايا المهمة جدا التي حقيقة نحتاجها في هذه المرحلة التاريخية، وهو كيف نستطيع أن نعزز قوة المجتمع. للأسف الشديد أحيانا كثيرا ما تنصرف كل همومنا نحو قضية إن والله إن لا نستطيع أن نعمل شيء إلا إذا كانت تغيرت السياسة. لا، افعل في المجتمع، لأن الحياة لا تنتظر أحد. صحيح. والزمن يمضي. صحيح. وأنت قد يعني فإن لم نتمكن إقامة الأوقاف داخل إريتريا فلنقيمها في الخارج. هذا كنت أريد أن أنبه عليه. يعني نحن في الأوقاف كنت أريد أن أقول الأوقاف الإريترية الآن تلاحظ أنها كانت في الداخل وكانت في الخارج. صحيح. كانت في الأزهر وكانت في المدينة المنورة وكانت في مكة. فليس بلازم أنه المطلوب. أنا زرت وقف الجبرتة في المدينة المنورة. نعم. أحسنت. فكان مثلا المطلوب هو عائد هذا الشيء يعود على الإريتريين. نعم. صحيح. سواء كان انت والله مثلا عملت وقف للمساجد خارج اريتريا، اذا الدوله ما قادره توفر للناس الفرص المناسبه للاوقاف وتحميها وتعززها وتجعل محميه، فيمكن للاريتريين ان ينشئوا ذلك مثلا، وعائد هذا الشيء يعود على تقويه المسلمين في مساجدهم في داخل اريتريا. صحيح. يمكن كذلك ان يكون هنالك وقفا للدعاة وطلبه العلم. صحيح. وهم يتعرضون حقيقه للكثير من الاشكالات. يمكن كذلك ان يكون هنالك اوقاف متعلقه بالعجزه. صحيح. وكبار السن. صحيح. يمكن أن يكون هنالك وقفا أيضا حول ما يتعلق بالعلم ونشره. صحيح. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يكون هنالك وقف للمكتبات بالذات العلم. دكتور حسن سلمان، لو نعم. تركز عليها لأن لدينا كثير بأعداد هائلة من الطلاب والطالبات ممن يتخرجون من مراحل الثانوية ولا يجدون إمكانية لإكمال دراستهم العليا. نعم. الجامعية والعليا. نعم. وعليه لو تركز على هذه حقيقة هذه القضايا. يعني أنا أدار أقول في التاريخ الإسلامي ظل الوقف يقوم بأعظم ثغرة، وهي ثغرة الفروض الكفائية. نعم. كل ما نسميه بالفروض الكفائية التي هي في حقيقتها تصب لصالح المجتمع وليس لصالح الأشخاص. الفروض العينية تتعلق بك أنت شخص، إنك ولا تصلي في مسجد أو كذا، تصوم، تزكي كذا. لكن الفروض الكفائية تعزيز قوة المجتمع، محاربة الفقر، محاربة الأمراض، محاربة الجهل، محاربة التخلف الناتج نتيجة غياب البحوث العلمية، الوقف المتعلق بقضايا الجهاد في سبيل الله وتعزيز هذا الجانب، الوقف المتعلق بإغناء العلماء. صحيح. الوقف المتعلق بالطلاب الذين نريد أن يكونوا رواد المستقبل ويقووا المجتمع في هذا الاتجاه. فالشيء دار أقول إنه والله مجالات الوقف واسعة جدا، وليست خاصة فقط بالجوانب التعبدية كما هو أحيانا في بعض الرسالات أو بعض يعني جوانب التاريخ عموما. فيها بعض الاتجاهات توقف لكنيسة، توقف لكذا، لكن الإسلام لم يذهب إلى هذا الاتجاه، بحيث والله مؤسسة دينية معينة هي التي تتقوى بهذا المال وبقية المجتمع يكون ضعيفا. نحن نريد لهذا المجتمع، نأمل حقيقة أن يكون هنالك وقفا خاصا للاحتياجات للفقراء والمساكين والأيتام، ووقف خاص للتعليم، وقف خاص للصحة، وهكذا. شكرا الدكتور حسن سلمان، وشكرا للدكتور بيان صالح بيان. مشاهدي الأكارم، أتقدم إليكم بالنصيحة لمن لديه إمكانية أن يوقف، أن يسارع قبل أن يأتيه الأجل فيوقف لنفسه، فإن هذا ينفعه بعد موته ويرفع درجاته ويعلي، وبدل أن يكون ما سعى إليه وجمعه يتقاسمه الورثة، وربما يوقفون ما بعده ولا يوقفون له، فبالتالي لماذا يكون تحت رحمة ورثته وهو الآن يملك هذا؟ لذلك أتمنى من إخواننا الإريتريين أن يسارعوا في إيقاف أموالهم في سبيل الله، والأقربون أولى بالمعروف. نحن الإريتريين بحاجة ماسة إلى أوقاف التعليم من الفتيات والفتية، فالإريتريون أولى بأن يستفيدوا من هذه الأوقاف. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان من داخل الاستوديو والدكتور بيان، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. هذا أخوكم برهان يحييكم، وصلى الله تعالى يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب